السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ويا رب تكون الامتحانات اللي فاتت عدت عليكم بخير. خلاص فاضل امتحان واحد وتخلص من الثانوية العامة إلى الأبد. بس النهارده أنا مش جاي أقول لك كلمتين محفوظين ولا جاي أطبطب عليك، أنا جاي أفرجك على الواقع اللي الدوامة اللي أنت فيها سحلتك وخلتك ما بقتش شايف الحقيقة اللي لو عرفتها وبدأت تتعامل على أساسها هترتاح كتير. بس أنا كنت عايز أعرف إذا كنت أنت شايف إن حياتك واقفة على مجموعك في الثانوية العامة ولا لأ؟ حط إجابة السؤال ده في دماغك وتعالى أقول لك كلمتين مهمين. طيب واضح إن في ناس كتير شايفة إن حياتها واقفة على مجموعة. أنا عايز أسألكم وأقول لكم كام واحد هنا أهله في كليات طبية؟ أكيد نسبة قليلة جدا. طب هل حد فيكم مش عايش حياة كريمة؟ أنا عايز أعرف مين اللي قصر النجاح في الحياة على الكليات الطبية وبس؟ مين اللي ضمن لك النجاح فيها؟ مين اللي ضمن لك الرزق من خلالها؟ ربنا وحده هو اللي مدبر لك الرزق وعارف الخير ليك فين. طب انا نقصت كتير في اللي فات، اعمل ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ هتكمل سعي لحد اخر لحظه في اخر امتحان؟ سهله والله، لان ربنا بيحاسب على السعي مش النتيجه، وده عزائنا في الدنيا، وده اللي قلته في الفيديوهات اللي فاتت. ربنا مش هيحاسبك على انت ليه ما جبتش 99%، لكن هيحاسبك على ان ليه انت تخاذلت او تكاسلت او ما عملتش اللي عليك. طب انا بتدلع من اول السنه كده، ربنا مش هيوفقني صح؟ هقول لك مش بتاعتك، ومش مطلوب منك انك توصل لاجابه قطعيه في السؤال ده. مطلوب اننا نفهم ان في ناس طحنت نفسها في ليالي الامتحان ووصلت للي هي عايزاه. مطلوب نفهم ان احنا بنسعى ونعمل اللي علينا لحد اخر لحظه بغض النظر عن اللي حصل طول السنه. مطلوب نفهم ان لو القيامه هتقوم وفي ايدك فسيله فاغرسها. هي دي العقليه اللي ممكن توصلك لاي حاجه كويسه، لكن غير كده صعبه صدقني. التفكير بتاع اصل الامتحان صعب، طب ما هو صعب على الكل. اصل في ناس بتغش، صدقني دول الناس عمر ما ربنا هيبارك لهم في حياتهم، وهيفضلوا يغشوا طول حياتهم لان هو مبدا، ولكن قدام نفسهم هتلاقوا ان هم محتقرين نفسهم جدا. اللي هو انا ظلمت حد وخدت مكانه بالحرام ومش بمجهودي. والكلام اللي جاي ده مهم لو حد بيسمع وبيغش سواء من زميله او سماعات او غيره. صدقني هتقف تتحاسب قدام ربنا لوحدك. مكانك اللي هتخشه بالغش، فلوسك من الشغل فيه هتبقى حرام، ودعوات المظلومين اللي انت خدت مكانهم بالحرام ورفعت لهم التنسيق عشان حضرتك مصمم تجيب مجموع وتفرح اهلك. والمشكله الاكبر في الاهالي اللي بيحسوا اولادهم على الغش. بعضهم بيبقوا عايزين المجموع باي طريقه سواء حلال او حرام مش فارقه. طبعا دول لازم يفهموا الكلام اللي فات. وفي ناس ثانيه بتبقى خايفه على عيالها من ظلم التنسيق بسبب اللي بيغشوا. دول بقى عايز اوصل لهم رساله بموقف حصل معايا من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت انا طلعت من امتحان العربي بقول ان الامتحان تقيل ومحتاج وقت اطول من كده، وبعد ما روحت اكتشفت ان الامتحان العربي اتسرب، وكذلك بيقولوا ان الامتحان الفرنساوي اللي بعده هيتسرب برضه. ساعتها انا كنت داخل الامتحانات وواخد عهد على نفسي قدام ربنا اني مش هغش ولا هغشش ولا هبص على اي تسريبات طبعا. فالامتحان كده هيبقى مع الدفعه كلها برضه، وانا لا، لاني مش هبص عليه واخلف عهدي مع ربنا. فدخلت في حاله من اليأس وان كده مش فارقه وان مجهودي ملوش لازمه ومش هذاكر. اهلي قعدوا يتحايلوا عليا ان اقوم اذاكر لان ربنا مش هيضيع تعبي ابدا، وقالوا لي ما تغشش لاننا راضيين باي حاجه ربنا هيجيبها. وانا برضه ما كانش فيه اي فايده لحد ما ادركت ان ده اختبار ربنا ليا عشان يشوفني هصبر على الابتلاء ده ولا لا. والفعل قمت صليت وبدات اذاكر الفرنساوي اللي كان بينضاف عندنا عادي. واهلي كان ليهم كلمه السر هنا انهم ما اعانوش الشيطان عليا، ما قالوليش غش يا ابني لان انت كده تتظلم في التنسيق لان كله هيغش. رغم ان طول السنه متاكد ومتيقن ان ربنا عمره ما هيضيع تعبي، الا ان الشيطان في اللحظه دي تملكني. لكن هم وقفوا في ظهري في وقت ضعفي، وده اللي مطلوب من الاهالي في الاوقات اللي زي دي. اعينوا اولادكم على الشيطان ووساوسه ومش العكس. بس انا عايز اقول لكم ان بعد الاكشن ده كله الامتحان ما اتسربش وقفلت الفرنساوي الحمد لله. كان الماده الوحيده اللي قفلتها، ولكن ربنا كرمني وحققت حلمي. هو ده اللي بلف وادور عشان اوصل له من اول الكلام. وعايز احكي لكم كرم ربنا معايا في النتيجه عشان تتاكدوا من كلامي وانه مش كلام في الهوا وخلاص. انا لما النتيجه طلعت لقيت نفسي جايب 93.5%، ولكن ساعتها بدا الخوف يتسرب لقلبي، لان كنت حاسس ان التنسيق بتاعنا هيعلى عن السنه اللي فاتت لاسباب مختلفه. والمعلوماتك ان طب المنوفيه السنه اللي فاتت خد من 92%. المهم انا شفت النتيجه وفرحت بيها والناس باركت لي، ولكن كان جوايا احساس غريب. لا انا ما فرحتش فرحه النتيجه اللي كنت مستنيها، في حاجه لسه هتحصل. ورحت جبت النتيجه من المدرسه لقيتها برضو 93.5% زي ما هي. وانا مروح من المدرسه لقيت في ناس اصحابي بيتصلوا عليا بيقولوا لي الحق ده في ناس زادت درجتين في الفيزياء. قلت اكيد هاكس الصراحه لانها عمرها ما حصلت في تاريخ الثانويه كلها. لما رحت البيت لقيت ان الكلام ده فعلا حقيقي، ولقيت نفسي زايد درجتين وبقيت 94% خلاص. المفاجاه بقى ان انا كنت ناقص 4 درجات في الفيزياء في المجموع القديم. ولما كنت حاسب درجاتي بعد الامتحان وبعد الاسئله اللي اتلغت كنت حاسب ان انا هنقص درجتين ان شاء الله. ولما لقيتني ناقص 4 درجات قلت اكيد في حاجه غلط. بس سبحان الله ربنا يجيبهم لحد عندي من غير ما اعمل اي حاجه ولا تظلم بقى ولا غيره. وابويا ساعتها قال لي كلمه عمري ما هنساها. قال لي يا ابني افرح، الدرجتين دول هم اللي هيدخلوك كليه الطب. طبعا انا بقى دماغي كلها خلاص بقت في الرغبات والتنسيق. ولما جه وقت تسجيل الرغبات كتبت طب المنوفيه اول رغبه وسلمت امر لله. وإذ فجاه يوم 18/8/2024 تطلع نتيجه التنسيق.
عبد الرحمن وليد محمد حاتم، تم ترشيحك لكلية طب المنوفية بشبين الكوم. ساعتها انا طرت من الفرحة حرفيا وسجدت شكر لله، كأن دي الفرحة اللي كنت مستنيها من اول السنة. بس عايز اقول لكم ان بعدها على طول جالي فضول اعرف الحد الادنى بتاع طب المنوفية كام، وإذ فجأة تاني ألاقي إن الحد الأدنى بتاع الكلية كان 94%. ساعتها ما قدرتش أمسك نفسي خالص وعيطت وقلت يا كم أنت كريم يا رب. طبعا ساعتها افتكرت كلمة والدي لما قال لي إن الدرجتين دول هم اللي هيدخلوه كلية الطب. إحساس كرم ربنا جميل جدا يا شباب، ربنا يكتبه ليكم جميعا. كان معاه شعور جميل برضه، وإن وصلت للكلية دي بمجهودي وبكرم ربنا بدون أي مساعدات غير شرعية. صدقوني يا شباب طعم الحلال جميل قوي ويمسكوا فيه. اخيرا بقى عشان اختم، حابب اقول لكم ما تشغلوش دماغكم بحوارات النتيجه والتنسيق والرغبات دي خالص دلوقتي. الكلام ده ليه وقته، هياخد وقته الكافي كويس قوي، ما تخافوش. المهم دلوقتي تخلص امتحانك بكره على خير وتطلع منه راضي عن نفسك وعن ادائك في فتره الامتحانات والسنه كلها باذن الله. وعايزك تفتكر دايما الايه الجميله دي: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وعشان ما اطولش اكتر من كده واخد من وقتكم الغالي، انا بتمنى ان اكون فدتكم بكل كلمه في الفيديو النهارده، واتمنى لكم جميعا كل التوفيق في امتحان بكره في الاحياء وفي الاحصاء وفي الرياضه. استنوا فيديوهات كتير الفتره اللي جايه عن النتيجه والتنسيق والرغبات ومحتوى طبي ان شاء الله يعجبكم. فما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه عشان يوصلك كل الفيديوهات الجامده جدا اللي هتنزل قريب باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.